السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الخامس من شرح برنامج مايكروسوفت اكسل المستوى الأول. الدرس دوت هيكون بعنوان التنسيق المخصص للأرقام. اتكلمنا في الدرس اللي قبل كده لو انت عندك خلية فيها رقم أو فيها بيان أرقام أو تاريخ أو نسبة مئوية أو خلافه، وحابب تعمل تنسيق لخلية أو لمجموعة من الخلايا، بتقدر تروح على المربع الحوار دوت وتختار شكل او تنسيق الرقم اللي انت عايزه، سواء كان تاريخ او وقت او غيره. ولو مش لاقي التنسيق اللي انت محتاجه هنا كده او في الزراير دي كده، بتضغط على الدايلوج بوكس لونشر دوت، بيفتح لك مربع حوار تنسيق الخلايا او الفورمات سيل، اللي تقدر من خلاله تختار التنسيق المناسب للشغل بتاعك. كمان تقدر تفتح الفورمات سيل دوت عن طريق ان انت تقف على اي خليه وتضغط كليك يمين، تنسيق خلايا او فورمات سيل، بيفتح لك نفس مربع الحوار دوت. لغايه كده تمام. لكن احيانا انت بتحتاج تنسيق مخصص او تنسيق غير مدرج في القائمه المنسدله دي، ولا حتى في مربع حوار تنسيق الخلايا. في الحاله دي يعني بنحتاج الى الكاستم فورمات او التنسيق المخصص. طيب، عشان تعمل تنسيق مخصص او كاستم فورمات، هتفتح مربع الحوار بتاع تنسيق الخلايا. طبعا قبل ما تفتحه لازم تكون واقف على الخليه اللي انت حابب تحددها او حابب تنسقها. طيب، عشان تعمل كاستم فورمات ده او تنسيق مخصص، هتيجي على الخلايا اللي انت حابب تعمل لها تنسيق وتضغط كليك يمين تنسيق الخلايا، وتيجي على قائمه تخصيص او كاستم مخصص، وتبدا تكتب نوع البيان اللي انت عايزه في مربع الحوار اللي اسمه تايب او النوع. بس طبعا هو هنا بيطلب منك ان انت تعمل اكسبريشن او سلسله بيانات عشان الاكسل يفهم انت حابب تقول له ايه، او حابب البيان دوت يكون بصيغه ايه. فلازم تكتب اكسبريشن الاكسل يفهمه. قبل ما نكتب خلينا نتعرف بصيغه مبسطه على طريقه فهم الاكسل للاكسبريشن دوت. هنلغي الامر ونيجي طبعا في خانه تايب او في اي خليه من خلايا الاكسل، نوع البيان يا اما ارقام موجبه بوزيتيف، يا اما ارقام سالبه، يا اما زيرو، يا اما نص. الاكسبريشن دوت انت ممكن تكتب اول جزء فيه بس، وممكن تكتب تاني جزء فقط، وممكن تكتب ثالث جزء او رابع جزء، وهكذا. لو انت كتبت الجزء الاولاني فقط وهو البوزيتيف او الجزء الخاص بتنسيق الارقام الموجبه وضغطت انتر، هيستخدم التنسيق دوت على جميع البيانات الاخرى. يعني لو في رقم سالب هيستخدم له التنسيق ده، ولو في نص هيستخدم له التنسيق دوت. بين كل تنسيق والتاني او بين كل نوع بيان والتاني بتحط فاصله منقوطه. طبعا يعني الكلام ده قد يبدو صعب دلوقتي، لكن لما نيجي نطبق هتحس ان انت فاهم. خلينا دلوقتي نجرب ونحدد مجموعه من الخلايا، وليكن مثلا المجموعه دي، ونقول له كليك يمين فورمات سيل، ونيجي عند كاستم، ونبدا نعمل تنسيق مخصص للخلايا. هنلاحظ قبل ما نبدا هنا ان هو واقف لي عامل لي نموذج او سامبل من اول خليه انا واقف عليها، عشان يوريني شكل التنسيق هيبقى عامل ازاي يعني قبل ما اضغط حفظ. وده شيء طبعا بيسهل عليا وبيعرفني شكل النتيجه بتاعتي تبقى عامله ازاي. خلينا دلوقتي نجرب ونقول هنيجي في خانه تايب دي، ونلاحظ معايا خانه السامبل يعني ايه اللي هيحصل فيها. تمام، 12 وفي ارقام كتير من عشريه. دلوقتي هنبدا نكتب مجموعه من النوائب او من الرموز التي تنوب عن مجموعه من القيم. خلينا نقول مثلا الرقم 0 ده بينوب عن الارقام الصحيحه. لذلك لو لاحظت انا كتبت 0 فقط، وبصيت في النموذج او في السامبل اللي هو بيعرضه لي، الرقم دوت هو قرب لاخر منزله عشريه. لو حابين نقرب الرقم ده هنقربه ل 12. طيب، لو عملت فاصله هلاقيه عمل لي فصل هنا، وكتبت كمان 0 هلاقيه عمل تقريب لاقرب رقم عشري وهو 12 و2. طب لو ضغطت كمان 0 هلاقيه 12.24. وهنا قرب الخمسه دي للثلاثه دي.
وهكذا. ده بالنسبة للمنازل العشرية. يبقى الرقم 0 بينوب عن الأرقام الصحيحة. خلينا الأول نجرب نحط صفر كده على شمال العلامة العشرية ونشوف إيه اللي هيحصل. لو ضغطت صفر كده، صفرين قبل العلامة العشرية، وبصيت على النموذج مش هلاقي تغيير. لكن لو ضغطت كمان 0 هلاقيه عمل لي ضاف لي 0 على شمال الرقم، كمان 0 على شمال الرقم، وهكذا. طب لو ضغطت كمان 0 على يمين العلامة العشرية، لاحظ معايا تغيير شكل النموذج او شكل النتيجه اللي هتطلع معايا. يبقى الاصفار على يمين العلامه العشريه ليها مدلول، وعلى شمال العلامه العشريه ليها مدلول تاني. على يمين هذه منزله من المنازل العشريه، لكن على الشمال ده رقم صحيح. خلينا بقى نجرب مثال تاني ونقول احنا محتاجين ننسق الارقام اللي احنا محددينها ديت بحيث يكون كل رقم مكون من 8 خانات ارقام صحيحه. علشان اعمل القصه دي هاجي هنا واقول له هكتب 8 اصفار، ادي 4 5 6 7 8، واضغط علامه عشريه واشوف انا عايزه يقرب لاني رقم. هنقول مثلا التقريب ليه 3 منازل عشريه، واقول له موافق. طبعا هنا العمود مش مكفي. اتعلمنا طبعا في الدرس الاول او الدرس الثاني تقريبا نعمل دبل كليك هنا عشان خاطر شكل الايه، او نعمل احتواء تلقائي للعمود. طبعا الاحتواء التلقائي هنا هو هنا اخذ اعلى خليه، وهي اللي فوق دي فيها كلام كتير، بس احنا عايزين نشوف منظر الخليه الاول كده. هلاقي كل الارقام اتنسقت بحيث ان يكون فيها 8 منازل عشريه او 8 خانات في خانه الارقام، و3 منازل عشريه في خانه الارقام العشريه. طيب خلينا دلوقتي نجرب بقى نعمل تنسيق مخصص بالنسبه للون برضو باستخدام نفس الطريقه. هنعمل تنسيق الخلايا، وخلينا نخلي التنسيق هنا زي ما هو او زي ما كان، الاقرب علامتين عشريتين. احنا قلنا ان انت سلسله البيانات او الاكسبريشن بتتكون من 4 خانات. لا، احنا لغايه دلوقتي شغالين في اول خانه بس، هي خانه الارقام الموجبه. واتفقنا قبل كده برضو ان انا لو ما مليتش الخانات الثانيه، يعني ما عملتش فاصله منقوطه وكتبت تنسيق الارقام السالبه وهكذا، هيبدا بتطبيق التنسيق دوت على كافه الارقام الموجبه والارقام السالبه والصفريه. طبعا مش هينسق ده بالنسبه للنص. احنا دلوقتي نقدر كمان نختار لون النص عن طريق ان انت تفتح قوس مربع بالطريقه دي، بالطريقه دي كده، تفتح قوس مربع وتكتب جواه اللون اللي انت عايز الكلام دوت يتنسق بيه. احنا طبعا عشان شغالين على نسخه عربي فهنكتب اللون بالعربي. وزي ما قلت لك بين قوسين مربعين. انت لو انت شغال على نسخه انجليزي هتكتب اللون بالانجليزي، تكتب ريد جرين يلو، احنا نكتب احمر اصفر اخضر وهكذا. خلينا نجرب كده ونشوف. زي ما انت شايف كده اللون اتغير للاحمر والتنسيق اتغير للتنسيق اللي احنا مختارينه. يبقى تاني مراجعه سريعه اهو. بنختار كاستم، لما بنكتب الاكسبريشن هنا المفروض نكتب لما بنكتب الاكسبريشن هنا المفروض بنكتب مكان 4 خانات، خانة الأرقام الموجبة والسالبة والخلايا الصفرية أو القيم الصفرية والنصوص. لو كتبت واحدة فيهم بس هتطبق على الباقي. قلنا هنختار الأرقام الصحيحة أو الخانات تكون مكونة من خانتين عادي، وهنقرب لأقرب رقم عشري، وهنقول شكل اللون هنقول أخضر، ونجرب تاني ونشوف. زي ما انت شايف اللون اتغير. طيب يبقى عشان تبقى فاكر احنا قلنا كل رمز بينوب عن اكسبريشن او عن دليل. لما قلنا 0 ده كده بينوب عن الارقام الصحيحه. لما بحط قوسين مربعين وبينهم لون ده كده بينوب عن قيمه او عن فاليو اللي بتعبر عن لون الخط. طبعا في حاجات كتيره جدا بامكانك تتعلمها، وفي حاجات هنجربها وحاجات طبعا صعب نجربها كلها. عشان تبقى فاهم خلينا دلوقتي نقول احنا هنعرض الارقام الموجبه باللون الاخضر والارقام السالبه باللون الاحمر. يبقى خلينا نكتب
التنسيق باستخدام الاكسبريشن ده، وحتى من غير ما نكون حافظين طالما انت فاهم هتقدر تكتب الايه الاكسبريشن. خلينا نقول دلوقتي خلاص اول خانه وهي خانه الارقام الموجبه هنقول 00 علامه 00، يبقى كده هيقرب لي الارقام لاقرب علامتين عشريتين. بعد كده هنقول اللون بتاعها هيكون باللون الاخضر، طبعا بين قوسين مربعين بالطريقه دي. هنقول اخضر، اخضر. بعد كده نيجي هنا ونعمل فاصله منقوطه، دي فاصله منقوطه. بعد كده طالما عملت فاصله منقوطه لاحظ معايا هنا ان انت انتقلت من تنسيق الارقام الموجبه الى تنسيق الارقام السالبه. طيب تنسيق الارقام السالبه هنقول نفس القصه برضو، احنا عايزينه علامتين عشريتين وصفرين، وهنقول له عايزينه احمر، احمر احمر زي ما نشوف كده. خلينا نجرب كده ونقول له اوكي. طبعا هنا لاحظ معايا ان مفيش حاجه اتغيرت، لان كل دي ارقام موجبه. لو قلنا له سالب 125 والارقام دي كلها من 10، اشوف هيعمل ايه. قرب الارقام العشريه لاقرب رقمين عشريين وغير التنسيق للون الاحمر. اقدر استفيد من القصه دي كتنسيق شرطي لمجموعه من الخلايا، بحيث ان لما القيمه تتحول من قيمه موجبه الى قيمه سالبه تتحول اوتوماتيكيا من اللون الاخضر للون الاحمر. خلينا نجرب هنا كمان سالب 150، انتقل على طول التنسيق للتنسيق المخصص او الكاستم اللي انا عديته مسبقا. كمان هنا انا ممكن اعمل اضافه بسيطه هتفرق معانا، عن طريق ان انا اخليه يحط سالب قبل تنسيق الاحمر. لو ضغطت هنا وضغطت سالب وقمت قايل له موافق، هلاقي ده على طول ضاف لي اشاره سالب قبل اللون الاحمر. طيب نرجع دلوقتي بقى لتنسيق الخلايا، وعاوزين شكل الخلايا الصفريه تبقى شكلها عامل ازاي. احنا دلوقتي واقفين على نفس الخليه وواقفين على التنسيق دوت. قلنا ان الارقام الموجبه بالاخضر والارقام السالبه بالاحمر، وبعد منها علامه او قبل منها علامه الماينس. خلينا نشوف الارقام الصفريه هتظهر معانا ازاي. طيب انا عايز الزيرو لما تكون في قيمه زيرو او صفر ما تظهرش زيرو كده، عايزها يطلع يعني عاوز تطلع مكانها كلمه زيرو. احنا قلنا طبعا احنا هنا خلصنا الاكسبريشن الاولاني او الجزء الاول من الاكسبريشن هو شكل، وهو جزء البوزيتيف وبعد كده النيجاتيف. دلوقتي على الزيرو، عشان انتقل اليه هضيف فاصله منقوطه اللي هي حرف الكاف، وبعد كده اكتب بين علامتين تنصيص كلمه زيرو. خلينا نتك موافق ونشوف ايه طيب هو هنا كده في غلط في كتابه الصيغه. كتابه الصيغه دي هو اخذ قيمه الزيرو وحطها في تنسيق الارقام السالبه او التنسيق اللي احنا قلناه. خلينا نعيد الكتابه تاني وفرصه برضو عشان تشوفني وانا بكتب الاكسبريشن من الاول. هنعمل كليك يمين تنسيق الخلايا وهنقول له مخصص ونكتب من الاول. احنا قلنا اول جزء في الاكسبريشن اللي هو جزء الارقام الموجبه عايز يظهر ازاي 00 علامه 00. بعد كده وعاوزه باللون، عاوزه باللون الاخضر، خليه اصفر المره دي. ونقفل القوس تاني. بعد كده فاصله منقوطه، وبعد كده الارقام السالبه عايزينها بالصيغه دي برضو، او ممكن خلينا نقول قبلها سالب. هنقول سالب 00 علامه 00، ونقوم قايلين له برضو التنسيق بتاع اللون هنسميه مثلا احمر، واخليه احمر.
احمر ونقفل القوس، وبعد كده علامة علامة الفصل المنقوطة، ونكتب كلمة زيرو بين علامتين تنصيص، زيرو دي، ونقول له موافق. خلينا نشوف كده. لاحظت معايا ايه اللي حصل هنا؟ الارقام الموجبه اتحولت للون الاصفر، والسالبه اتحولت للون الاحمر واتحط قبل منها علامه سالب، والارقام الصفريه اتحولت لكلمه زيرو. يعني لو تعرف انا هنا بكتب زيرو، اضغط انتر يتحول لايه؟ لزيرو باينين. ده معناه ايه بقى؟ لو انت حابب تظهر نص في تنسيق معين لازم تحطه بين دبل كوتيشن اللي هي علامتين تنصيص. خلينا دلوقتي نعمل بقى تنسيق مخصص للتواريخ. طبعا احنا كده اتكلمنا عن التنسيق المخصص للارقام، هنتكلم عن التنسيق المخصص للتواريخ. هنلاقيه يعني ايه اسهل شويه من التنسيق المخصص للارقام. وليكن عندنا مثلا تاريخ زي دوت، وهو 20/11/2007. ده كده تنسيق مخصص، يعني اتعمل عليه تنسيق مخصص مسبق. خلينا نعمل تنسيق خلايا ونشوف هنقدر نعمل تنسيق او كاستم فورمات للتاريخ ده ازاي. نيجي عند مخصص، هنلاقي شكل التاريخ مكتوب بالصيغه اللي احنا شايفينها دي. عندنا حاجه اسمها حروف نائبه او خلايا نائبه عن التنسيق. لو جيت هنا وكتبت حرف الدي واحد بس، هلاقي في النموذج التاريخ ده هيظهر حرف الدي بينوب عن اليوم، والام عن المانث، والواي عن الييرز. فلو كتبت دي بس هيطلع لي التاريخ، يعني يوم 20. طيب لو كتبت دي برضه هيطلع لي 20. طيب لو كتبت كمان واحده يعني 3 حروف هنا هيطلع لي اليوم ده كان يوم ايه؟ تيوزداي. طيب بعد كده هعمل فاصله، كتبت مانث. لاحظ معايا لو كتبت حرف يمين واحد او حرف ام واحد هيطلع لي شهر 11. لو عملته 3 حروف هيكتب لي اسم الشهر نوفمبر. طيب كمان فاصله بالنسبه لليير، لو كتبت حرف واي واحد هيقول لي 07 يعني 2007. كمان واحد برضه 07. 3 007 او 2007. وضغطت موافق. هنلاحظ الفرق بين التنسيق ده والتنسيق دوت. هنلاحظ الفرق هنا بين التنسيق ده والتنسيق ده. ده تنسيق مخصص وده تنسيق مخصص وده تنسيق مخصص. فاقدر اتحكم في شكل التنسيقات المخصصه دي عن طريق تنسيق الخلايا. زي ما قلنا بنيجي عند قائمه مخصص ونقدر نتحكم فيه. لو بصينا مثلا على التنسيق دوت هلاقيه كاتب لي دي شرطه مانث شرطه واي، واختصارها بيكون بالطريقه دي كده. ولاحظ هنا برضو لو اخترت التنسيق دوت حرف الدي شرطه حرف الام 3 مرات بيكتب نوفمبر 20 نوفمبر. وهكذا تقدر حتى تكتب يعني بالنسبه لتنسيق الساعات كمان، وبالنسبه للتنسيق يعني للتنسيقات الاخرى. التنسيق ده مثلا بيكتب لك الرقم المرجعي للتاريخ. هنعرف يعني ايه الرقم المرجعي للتاريخ دوت في الدروس المتقدمه ان شاء الله يعني. طيب بكده نكون تقريبا يعني طيب بكده نكون تقريبا ألمينا بمعظم أو بجزء كبير جدا من التنسيقات المخصصة للأرقام والتواريخ. وأنا أتصور أن الجزء ده يكون كافي بالنسبة لك جدا. بالنسبة للمستوى الأول هنتعرض لجزء آخر من التنسيقات إن شاء الله في المستوى المتقدم والأدفانسد. كده نكون خلصنا الدرس الخامس. خليكم فاكرين دايما أن التطبيق العملي أهم جدا من فقط الاستماع والرؤية. لو في أي سؤال اكتب لي في التعليقات وهرد عليه على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.